تنصور سنقت انني مصور غير فيديو سلو موشن ضاع شي مات 10 دقائق ديال الهضره ولا مراره بقاش عندي داك لونفي باش انني نعاود نسجل مره اخرى. ولكن المهم تنهضر على واحد الموضوع اللي اثار الانتباه ديالي ديال واحد الصديق كان قال لي واحد الملاحظه. قال لي الفيديوهات اللي كدير دابا وعلى فكره هذا اول ظهور ديالي في القناه. انا معتاد كندير فيديوهات صوتيه. السؤال اللي عطى انتباهي هو قال لي علاش انت كدير نوع الفيديوهات اللي ممكن ما تيقيسوش واحد الطبقه ديال الناس كثيره، واخا انا ما عنديش زعما شي توقع ديال انني نعرض الفيديوهات للناس اللي شي طبقه كثيره، يعني واحد الجمهور واسع ولا عريض. قال لي هادشي اللي كدير انت هو فقط حكر على الطبقه المثقفه اللي قليله بزاف في المغرب، ولا هاد الطبقه غالبيتها مهتمين بالفلسفه واللي هما قلال بزاف، واللي كيتعتبروا طبقه تزيلي تاع الاليتس، يعني لا كريم دو لا سوسيتي. اوكي. والفكره هذه كنعتبرها انها فكره خاطئه، لان بالنسبه لي الفلسفه هي موضوع ولا اعتقاد ولا مذهب ولا كما تيقولوا فكر اللي ممكن اي انسان في الكره الارضيه يعتنقه، سواء كان فقير سواء كان غني سواء كان الطبقه العامه سواء كان الطبقه المثقفه ولا كيف ما كان. لحقاش الفلسفه ولا الفكر الفلسفي هو فكر فطري. وغادي نقولك علاش. الانسان من نهار كيتزاد يكون عنده تساؤلات، والتساؤلات ضروري ما يكونوا عند اي انسان في الموند كيف ما كان الشكل ديالو. التساؤلات هو تساؤلات وجوديه. شكون انا؟ منين جيت؟ وعلاش انا هنا؟ شنو كندير هنا؟ طبعا هاد الاسئله ولا هاد النوع ديال الاسئله هي داخله في الفلسفه، وهي المبدا الاساسي ولا شي تسمى الاساس ديال الفلسفه، هي انك كتسول الوجود ديالك ولا اشنو كدير، والمغزى والمعنى ديال الحياه ديالك في الكره الارضيه ولا في الحياه كلها، شنو المعنى ديالها. هذه كلها اسئله فلسفيه، لاسئله كبار تفرعات منها الفلسفه المعاصره والفلسفه الكلاسيكيه وكاع انواع الفلسفات. يعني من بدايه ديال هاد الاسئله البدائيه خرجوا لنا بزاف ديال الاسئله اخرين اللي وصلنا اليوم مع تطور الانسان وتطور المجتمعات. يعني في الاول كنا مجتمعات بسيطه، دابا ولينا مجتمعات متطوره جدا. وهذا الشيء ما كاينش شي انسان كنعتقد في هذه الكره الارضيه ما عمره فكر في هذه الاسئله هذه. يعني الفلسفه هي ماشي حكر فقط على واحد الفئه معينه، ولكن الفارق ما بين الانسان اللي كيولي مثلا ممتهن ولا معتنق الفلسفه والانسان العادي، هو ان ذاك الانسان العادي كيفكر في افكار فلسفيه، ولكن ما تيكونش عنده الوقت لدواعي مثلا اجتماعيه اقتصاديه. انسان ما تيكونش عنده الوقت انه تيكون دائما ذاك اسفل الهرم ديال ماسلو. ابراهام ماسلو كان دار واحد الهرم كيحدد فيه الاحتياجات ديالنا الشخصيه. وهنا الغالبيه ديال الناس يعني الكومن بيبل كلهم كاينين، اغلبيه ديالهم كاينين في ذاك الاسفل ديال الهرم اللي هو للاسف الهرم ديال الاحتياجات الفيزيولوجيه واحتياجات ديال السكن وديال الامن الملبس وهذا الشيء. وغالبيه ديالنا حنا تنبقاو في هذيك المحصورين في ديك الاحتياجات. يعني ما عندناش الوقت باش اننا نفكروا في حوايج اخرى. ولكن بين هذا الشيء كيكون واحد الشذوذ في واحد النوع ديال الناس. هذوك الناس كيكونوا بحال قلتي امتياز، كيخرجوا من هذيك الطبقه العاديه وكيخرجوا لنا بافكار فلسفيه كبيره. وهذا هو واحد النوع ديال الطفره ولا واحد النوع ديال الامتياز ولا الشذوذ عند البشر، واللي كيخرج لنا منهم افكار ودي فلاسفه عظماء واللي كيعطيونا واحد الفكر فلسفي اللي الحل اللي حد الان احنا مازال كندرسوا كنعيشوا به. هذا الشيء اللي كاين مهم.
ما خلانيش نصور فيديو، ما عرفتش نحط الفيديو ولا لا.